اهلا بيكم في وصفتنا النهارده. وصفه جميله جدا زي ما احنا شايفين، المبروشه او الباستا فلورا. وصفه حلوه قوي ومقاديرها سهله جدا. هنجيب هنا بيضتين، عليهم كوبايه من السكر وكوبايه من الزيت. المقادير كلها في البيت وسهله وبسيطه، وفي نفس الوقت الطعم بتاعها تحفه. هنحط هنا فانيليا سايله او فانيليا باودر زي ما انت عايزه. انا هنا حطيت السايله، وهنضربهم بقى ضرب جامد لحد كده ما يبقوا ناعمين معانا. اضربها بقى بالمضرب الكهربي، بالمضرب العادي زي ما انت عايزه. هتبقى بالشكل اللي معانا ده. هننزل عليها بقى ب3 كوبايات من الدقيق، وممكن اكتر على حسب نوع الدقيق، يعني لحد ما العجينه تبقى متماسكه معاكي. انا ببدأ من 3 كوبايات وبعد كده بزود. يعني انا هنا زودت عليهم برضو فوق ال3 كوبايات. وحطينا هنا كيس بيكنج باودر، كيس كامل يعني. وهنعجنها بقى كده بايدينا لحد ما توصل للقوام اللي هنشوفه مع بعض. انت هتبدأي بال3 كوبايات وبعد كده هتزودي حبة بحبة، وممكن ما تحتاجيش. هتوصل معانا للقوام ده. هناخد منها جزء. الجزء ده هنحطه في الفريزر يجمد كده، وهنقول لكم هنعمل ايه في الاخر. وبقية العجينة بتاعتنا هنحطها كده في الصينية، وهنفردها كده بقى بالراحة. بعد كده هجيب النشابة الصغيرة دي، افرد بيها عشان تدي يعني شكل متساوي كده زي ما انتوا شايفين. بتبقى سهلة يعني، عشان العجينة بتاعتها بتبقى ايه، بتتفرد يعني بصعوبة شوية صغيرة. بعد ما بنفردها وبنسوي الشكل كده، اعملها في صينية مدورة زي او زي دي، براحتك. هنجيب بقى ده الجزء اللي انا قلت عليه، هنكوره كده ونلفه في استرتش ونحطه في الفريزر. هنجيب بقى شوكة ونخرمها كده عشان ما تتنفخش مننا في الفرن. كده تمام. هنجيب بقى معانا المربى بتاعتنا، اي نوع انت عايزاه، مش فراولة، النوع اللي تحبيه طبعا. هنا انا استخدمت مربى فراولة. وتفرديها بقى فوق العجينة. طريقة سهلة جدا، المقادير موجودة عندنا. طبعا كالعادة يعني من وصفة مش مكلفة، اقتصادية. كده خلاص. هنجيب بقى الجزء بتاعنا اللي حطيناه في الفريزر، هيكون جمد شوية. هنجيب بقى مبشرة ونبشره زي ما انتوا شايفين كده فوق المربى كلها. هنغطي طبعا المربى بالبشر بتاع العجين اللي احنا بنبشره دلوقتي. كنت طبعا مسخنين الفرن وندخلها الفرن. هتحمر معانا كده، هنخرجها على طول. طبعا ما نشغلش عليها الشوايه، هنسيبها لما تحمر كده والشاي يحمر تكون استوت حلو قوي. وبعد كده هنقطعها وهي سخنه وتسيبها تبرد بقى وتقدميها. تحفه ومنظرها جميل وطعمها احلى. ان شاء الله الوصفه هتعجبكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسوش لايك وشير واشتراك طبعا للقناه. واشوفكم ان شاء الله على خير. سلام.